يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الحمام يا جماعة بدأ يبيض أهو من فضل ربنا. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. لسه أول يوم أخش النهاردة ألاقي فيه حمامة بيضة. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا الفيديو بدأته لكم كده من عند الحمام، عشان النهارده الحمام دخلت لقيت بسم الله ما شاء الله عامل لي مفاجأة جميله جدا جدا جدا، وفرحت يا جماعه. والله فرحت قوي قوي قوي. اقل حاجه بتفرح البني ادم واقل حاجه بتجبر خاطر البني ادم، فحاجه بسيطه اهي بس عندنا بالدنيا وما فيها. انا جبت الحمام ده وخايفه منه، بس ان شاء الله بامر الله خير وربنا يطعمنا ويطعمكم. طبعا انا حاطه الكلفه اهي وزودت على الكلفه من عندنا بقى. يعني ناس قالوا لي الرز اللي هو الرز اللي احنا بناكله يا جماعه، قالوا لي حط شويه رز على الكلفه وشويه ملح تمليحه كده، علشان التمليحه دي حلوه للحمام. بصراحه انا حطها بعد ما باض، يعني حطها بعد ما باض عشان ما اقولش قبل ما باض قبل ما يبيض وباض بسبب الملح والرز. لا، انا دخلت لقيته بايض، يعني انا حطها قبل ايه، حطها بعد ما باض. ماشي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا حلاوه الحمام وجمال الحمام. بصوا بيضه واحده اهي بس عندي بالدنيا كلها. بصوا يا جماعه، دخلت لقيت الحمامه هنا راقده، وانا عم اقول الحمامه دي كله بيطير ودي راقده ليه؟ المهم دي كله بيطير ودي راقده ليه؟ المهم بهش كده لقيتها راقده على بيضه. بسم الله ما شاء الله. اول بيضه نستفتح بيها كده من الحمام. يجعله خير يا رب، يجعل الرزق عندنا وعندكم. وعايزه اقول لكم ان انا فرحانه 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 بجد والله العظيم ان الحمام باض، حتى لو بشر بحاجه بسيطه، لان انا جايباه بصراحه وخايفه منه. ليه بقى؟ لان الحمام اللي هو بيبقى شغال ده والناس بتبيعه ببقى خايفه لا يكون قاطع بيض، عنده حاجه في محتاجه. انا يعني انا كنت عايزه حمام شغال بس عايزه اجيبه برده خايفه. ورجعت ده انا اقول لا، ده انا اجيب حمام لسه زغاليل واقنيه عندي واربيه عندي. ياخد وقت 4 شهور 5 شهور 6 شهور قبل ما يبيض، بس اسم ربيته على ايدي. بس الحمد لله برده دخلت فرحت بجد ان الحمام لقيته حتى لو بيضه واحده ان الحمام باض. الحمد لله والشكر لله. دي يا جماعه والله انا فرحانه فرحانه فرحانه. في حمامه بقى كل ما اخش الاقيها عامله جوره كده بسيطه على القش ونايمه، عامله جوره كده على القش ونايمه. فانا بقول لها انت سايبه الصفاحي وعامله جوره ونايمه ليه؟ الله اعلم بقى، الله اعلم هي عامله الجوره دي ونايمه ليه؟ عبيت هنا مثلا يا رب يا جماعه، عبيت في اي حته بس اعرف ان هي باضت. انا لما بشوفت الحمام بايض انا فرحت بجد والله يا جماعه، انا فرحت. طبعا المتابعين الله يبارك لهم، كل اخواتنا في الله وحبايبنا سواء جوه مصر سواء خارج مصر. برضه انا كنت اول مره اجيب الحمام ده واول مره اربيه. قالوا لي يا ام مصطفى حطي الاكل بالليل وبالنهار بس، ما تحطيش طول النهار الاكل قدامهم. طبعا انا بحط يا جماعه بالليل وبالنهار زي ما انتوا قلتوا والله. وبرضه زودت على الكلفه زي ما قلت لكم، زودت ملح وزودت رز. وبرضه ناس قالوا لي على الجنزبيل، قالوا لي اغلي جنزبيل كويس جدا، الجنزبيل بيقتل اي ديدان عند الحمام وحلو جدا للتنفسي برضه، ممتاز جدا وبيدفي الحمام، بيدفي برضه زيه زي اللهم صل على سيدنا محمد الشطه. الحاجات دي يا جماعه بتدفي الحمام. طبعا احنا مش هنحط شطه، هم قالوا حط جنزبيل. اغلي الجنزبيل بس كده الميه تقلب وتحطيه كده تدوبيه بعد ما الميه تقلب، وبعد كده تحطه لهم سقوه، بيقتل اي ديدان وبيدفي الحمام ممتاز جدا. فانا جبته اللي هو البودره بقى، جنزبيل البودره، مش جايبه الجنزبيل القطع اللي انا كنت بغليه عند الفراخ البيضه، لا انا جايبه لهم البودره، لان قالوا لي لو الحمام خد البودره. فانا جبت لهم وان شاء الله اعمل لهم سقوه حلوه ان شاء الله بامر الله. اعمل والله كل ما حد يقول لي على حاجه يا جماعه بعملها. بس عايزه اقول لكم ان الحاجات دي انا لسه عاملاها. الحمام بايض قبل الموضوع ده خالص، يعني الحمام بايض قبل الموضوع ده خالص بامانه، يعني عشان برضه انا ايه ما بطلعش نفسي واو قوي كده. لا، الحمام البيضه دي متباضه قبل ما احط الملح والرز على الكلفه بتاعتهم. وطبعا لسه ما جبت، انا جبت الجنزبيل بس ما غلطوش لسه للامانه يعني. المهم انا فرحانه النهارده بجد، والفرحه مش سيعاني ان الحمام حتى لو زي ما قلت لكم لو بيضه واحده وبدا يبيض، يعني لو بيضه واحده حتى وبدا ان هو يبيض انا فرحانه جدا يا جماعه. ربنا يطعمنا ويطعمكم
ويصلح حالنا وحالكم. وفرحانه ليا يا ام مصطفى لان انا جايبه حاجه جاهزه، جايبه حمام مش متربي عندي، جايبه حمام من الزغاليل، جايبه حمام كبير، جايبه حمام جاهز. يا عالم كنت اجيبه شغال ولا مش شغال، هيبيض ولا مش هيبيض، الله اعلم. فالحاجه دي بتبقى فرحه ليه؟ لان انت جايبه حاجه وخايفه منها، وبصي مره واحده بتلاقي ربنا رضاكي من لمتها. فهي بقى الحمامه دي اكيد باضت بيضه، وان شاء الله يمكن تبيض الثانيه، الله اعلم. احنا لسه برضو ايه على الله، برضو لسه على الله. ماشي، سموا بالله وصلوا على رسول الله، ونكمل الفيديو عند الفراخ البلدي ونطلع عند البط. عايزه اقول لكم ان خلاص كده ما بقاش عندي الا 4 ديوك و4 فراخ، 4 ديوك و4 فراخ. وعايزه اقول لكم ان انا خرجت 4 حاجات من الحاجات دي. ده خرجت ديكين وخرجت فرختين شمورت، خرجت ديكين وخرجت فرختين شمورت لوجه الله من الحاجه دي. طبعا برضو في فراخ انا ذبحتها شمورت ليا، وفي ناس خدوا فراخ كانوا قايلين لي على فراخ بعتها لهم، منهم كان ال10 البياض اللي بعتهم قبل كده، ورجعت بعت 4 بياض. وفي ناس برضو خدت كام فرخه شمورت، حاجات بسيطه كده يا جماعه، بس الديوك ما بعتش منها حاجه بصراحه. بصوا زي ما انتم شايفين اهم، اللي عندي دلوقتي 4 فراخ شمورت و4 ديوك. طبعا هنبدا بايه الاول؟ لو احنا هنذبح لنا بقى، عشان الفراخ لو باضت انا ما باكلهاش، بحس ان هي زفره. الناس بقى اللي عايزه تاكل فراخ شمورت قبل ما تبيض كلي، ان باضت حتى لو بشاير انا ما باكلهاش، بحس ان هي زفره. فاحنا هنذبح ان شاء الله بامر الله ال4 فراخ دول، هنذبحهم ونعمل منهم 2 ونعين 2. لكن الديوك احتمال اسيبها وقت ما انا عايزه اذبح منهم 1 2 هذبح، لان الديوك طبعا ما لهاش في الموضوع ان هي لا بتبيض ولا بتعمل، فهسيبهم. او بفكر ان انا مثلا انقلهم مع البط المسكوفي او البط البيور لسه، او ممكن اذبحهم مع بعض، يعني اذبح الفراخ مره والديوك مره، لسه ما قررناش، لسه على الله. بس انا حبيت اوريكم انا هعمل ايه وعملت ايه. طبعا الميه اهي عندهم، وكنت حاطه لهم علف، بس هم شكلهم كده مخلصينه، يعني هم واكلين اهو. كان عندنا جايبين كام خصايه كده اهو، كام خصايه كده، اللهم صل على النبي اهو. قلت لا مش هنعمل لهم خساره، الفراخ تاكل. الحاجات دي يا جماعه بتيجي ايه؟ بصوا مش كتير، بصوا والله هي خصايه واحده. بصوا الحاجه دي مش بتيجي على طول يوميا. طبعا الخضار اللي هو الخس والبرسيم وورق الكرنب، الحاجات دي كلها مش مستحبه تحطيها لا للبط ولا للفراخ، الا لما يكون انت جايبه حاجه لبيتك بقى، كرنبه ماشي، مش هتجيبي كرنب كل يوم، يعني خصايه زي كده ولا خصايتين تعملي سلطه ماشي، يعني الحاجات دي بتبقى صدفه. لكن كترها بيعمل اسهالات وديدان، كترها بيعمل اسهالات وديدان. الحاجه الخضار بقى اللي هو كويس وممكن ان انت تقدميه للبط او فراخ بلدي زي كده، اللي هو الكرات. لو هتحط كل يوم كرات مضاد حيوي طبيعي. لكن الحاجات التانية البرسيم ورق الكرنب والخس والحاجات دي كلها كترها كل يوم يوميا او يوم ويوم حتى بتعمل اسهالات، زيها زي العيش المبلول بالظبط. لو العيش المبلول برضو بيعمل اسهالات وديدان عند الفراخ او البط. فالحاجه دي بتيجي صدفه، يعني هي خاصيه واحده بدل ما نرميها عزكم الله في الزباله، الفراخ تستفاد بيها. اي نعم ميه، هو يعتبر ميه زيه زي البرسيم زي ورق الكرنب هوا، بس حاجه خضره بنغير مرعى من وقت للتاني للايه للفراخ او للبط. بس الاساسي في الخضره زي ما قلنا الكرات. بس كده، دي بالنسبه للفراخ يا جماعه. صلوا على الرسول وتعالوا نشوف البط اخباره ايه النهارده. بصوا بقى، اللهم صل عليك يا نبي. زي ما انتم شايفين كده البط اهو. على فكره انا كان عندي اكل بيت كتير الصبح، حطيت لهم اكل البيت، بس هو ظاهر كده ان هم بسم الله ما شاء الله خلصوه. انا بصور معاكم الفيديو دي دلوقتي الساعه 2، الساعه 2 بعد الظهر. والميه اهي برده كنت ماليه الميه خلصوها. يعني انا ايه حطيت لهم الاكل الصبح وخرجت رحت مشوار وجيت عملت الغدا ولسه طالعه لهم. فواضح كده ان هم ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، ان هم مخلصين الميه. هنغير الميه دي وننضف لهم البوله بتاعه الميه، ولو هنحط شويه علف صغيرين عشان يعتبر كده خلاص ساعه مثلا على العصر وهيدن، مش هطلع تاني بقى. يعتبر هي الوجبه بتاعه اخر النهار دي يا جماعه، الوجبه بتاعه اخر النهار بتاعه البط. والبط بسم الله ما شاء الله، البطه اللي واقفه الابيض فاسمر دي البلدي السوداني اهي اللي بيشرب دي يا جماعه، دي ذكر مسكوفي، دي ذكر. على فكره انا عندي 10 مسكوفي و5 بط بيور فرنساوي. ال10 المسكوفي على اللي انا شايفاه قدامي دلوقتي فيهم 4 ذكوره و6 نوتي. المسكوفي مالوش في الذكوره والنوتي، بيتذبح يا جماعه ونفس الطعم ونفس كل حاجه. هو ممكن بيفرق في الوزن بس، يعني الذكر بيبقى وزنه اعلى من النتايه، ودي حاجه طبيعيه مع اي حاجه مش مع البط بس. حتى البيور الفرنساوي الذكر بيبقى اعلى، الذكر بيبقى اعلى. والصوت اللي هو بيجعجع ده في البيور الفرنساوي دي صوت النتايه اللي بيبقى لها صوت كده يا جماعه. النتايه اللي بيبقى لها صوت اللي هو الصوت العالي اللي في البط الابيض ده،
ده بيبقى صوت النتايه، لكن الذكر ملوش صوت، الذكر ما بيبقاش له صوت، النتايه اللي لها صوت. ماشي. طبعا احنا هنغير الميه ونزود لهم برده شويه علف، ويبقى خلاص كده اليوم بتاعنا ايه خلص عند البط والحمام والفراخ البلدي. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.